في سنة 2003 الملاكم المحترف مايك تايسون أعلن إفلاسه بدين 30 مليون دولار، بالرغم من حصوله في خلال مسيرته المهنية على أكتر من 300 مليون دولار. وده يخلينا نسأل سؤال عن المال ذات نفسه، وده لأن أفعالنا وتحركاتنا في الحياة جزء كبير منها عبارة عن احتياج للحصول على المال. ولكن إيه الفايدة من الحصول على المال بالرغم من إن قدرتنا على إدارة المال ده ضعيفة؟ وده يودينا لنقطة إن المدارس مش بتعلمنا أي حاجة خالص عن الفلوس ولا حتى عن إدارة الفلوس، أو بمعنى أصح حتى لو بيعلمونا حاجات بسيطة فالمدارس فشلت في تعليمنا عن المال وعن إدارته. وده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة، إيه هو المال وكيفية إدارة المال ده. وهنتكلم عن الوارد والمصروف، أو زي ما هنسميهم في حلقة النهاردة الاستهلاك والإنتاج. وهنتكلم في فكرة كيفية الحصول على المال، وده هيكون في آخر الحلقة. أتمنى تكملوا لآخر الحلقة علشان تعرفوا إزاي نقدر إن احنا نحصل على المال. أصدقائي المتابعين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مكتبة. أنا آلاء. في دراسة اتعملت يا صديقي بتقول إن 78% من الأمريكان عايشين من المرتب للمرتب، يا دوبك بيحاولوا بقدر إمكانهم إنهم يخلوا المرتب يكفيهم للمرتب اللي بعديه ده لو كفاهم. ده غير إن أمريكا والمملكة المتحدة هم أكتر دول من حيث ديون الكريدت كارد أو الديون بشكل عام، وإحنا هنا بنتكلم عن ديون الأفراد. طيب يا آلاء، بس الدراسات دي في أمريكا والمملكة المتحدة، إحنا مالنا بالكلام ده؟ بص يا صديقي، راجع سلوكك كده تجاه المال وازاي المال ده موجود في حياتك، والأهم ماذا يعني المال لك. هل الفلوس بتدخل حياتك وفي نفس اللحظة بتخرج منها على طول؟ هل الفلوس حطتك في موقف ضعف خلاك تقع في فخ الثراء السريع؟ أو حد قالك مش هتكون غني من غير ما تشتري الكورس أو المنتج الفلاني؟ مفهومنا عن الفلوس يا صديقي أحيانا بيكون أهم بكتير من فكرة كيفية الحصول على الفلوس دي أو كيفية إنتاجها، خصوصا إن عقلنا متوصل بطريقة بتمنعنا من إننا نكون عاقلين أو من إننا يكون عندنا الحساسية المالية أو العقلية المالية. فالسؤال، هل لما تكون بتكسب في السنة أكتر من 6 أرقام، 100,000 فيما فوق، ولكن في آخر السنة مش بتبقى معاك ولا جنيه، هل ده ليه أهمية؟ هنا عايزين نعرف المشكلة بتحصل فين، في أنهي مرحلة. وعلشان كده محتاجين إننا نحل اللغز الغامض ده، مش بس نحله، لا نستكشف طريقة نقدر بيها نفهم الفلوس، وكمان نقدر بيها نفهم إزاي ندير الفلوس. طريقة التعليم أو الدراسة فشل في إنه يعلمها لنا، ولكن أي حد عمل فلوس كتير اتعلم إزاي يعمل الفلوس دي، وتعلم إزاي يفهم الفلوس وإزاي يديرها بالطريقة الصعبة. سؤال، ما هو المال؟ الفلوس دي عبارة عن ايه؟ او بمعنى اصح ايه اللي الفلوس دي بتمثله؟ لما مثلا تشتري حاجة من امازون، او لما تتحاسب مقابل الوقت اللي اشتغلته، ايه هو اللي بتعنيه الفلوس في التحويلات دي؟ الفلوس عموما بتتعرف على انها وسيط في المبادلات، اداة بترافق البيع او الشراء او مبادلات المنتجات ما بين الافراد. ولكن من وجهة نظري التعريف ده مش بيعبر عن فكرة الفلوس بتمثل لنا ايه. فطريقة افضل نبص بيها على الفلوس هي ان الفلوس بتعبر عن القيمة. انت بتدفع فلوس مقابل حاجة معينة، ده لانك شايف ان الحاجة اللي انت بتدفع لها الفلوس دي بتعادل القيمة اللي انت بتشتريها. طبعا الاسعار غالبا مش بتتحدد بناء على رأي الافراد، ولكن بتتحدد بناء على السوق ككل. ولكن يا صديقي خلينا نركز على نقطة مهمة قلناها، الفلوس أو المال بتساوي القيمة. ليه النقطة دي مهمة؟ لأن احنا غالبا بندي الفلوس أهمية أخلاقية. في مقولة أكيد مننا سمعها، المقولة دي بتقول إن المال هو أصل الشرور في الأرض. بنبص لحد بيمتلك فلوس كتير وبنبدأ إننا نفكر أكيد الشخص ده محظوظ، أكيد أخد الفلوس دي من حد، أكيد في حد خسر علشان الشخص ده يكسب. ولكن ما بنشوفش الدنيا من منظور إيه هي القيمة اللي اتقدمت في مقابل الحصول على كمية الفلوس دي. فنفهم ببساطة إن الفلوس بتعبر عن القيمة، مش بالضرورة خالص إن الفلوس بتجلب الشر أو إن الشخص اللي بيمتلكها ده شخص شرير.
ولكن طبعا اكيد في نصابين كتير بيحاولوا ان هم يقنعوك ان اللي هم بيبيعوه بيساوي القيمة اللي المفروض انت بتشتريها مقابل الفلوس اللي بتدفعها، وده بيدي انطباع وحش جدا عن الفلوس. ولكن تصرفهم ده المفروض ان احنا نفهمه ان هم اشخاص سيئين، مش الفلوس هي اللي بتجلب الشر ده. الفلوس بكل بساطة كل لما بتمتلك منها اكتر كل لما بتوسع اختياراتك في الحياة. فالاختيارات اللي احنا بناخدها مع اي كمية من الفلوس موجودة معانا بتبقى نابعة من البوصلة الاخلاقية عندنا. فنفهم ان الفلوس بتساوي القيمة. كل لما انت بتقدم او بتستقبل قيمة عالية فكده الفلوس بتعلى، والعكس كل لما بتقدم قيمة قليلة او بتستقبل قيمة قليلة كل ما الفلوس بتقل. طيب جميل يا آلاء، ده هيفرق في ايه مع شخص عايش من المرتب للمرتب، عايش من مرتب الشهر ده لمرتب الشهر اللي بعديه ويدوب يكفيه لو كفاه، او شخص عليه ديون كتير؟ جميل جدا مفهوم ان الفلوس بتساوي القيمة، وده يعني ممكن يكون غير نظرتي شوية عن الفلوس، ولكن نظرتي اللي اتغيرت شوية عن الفلوس دي هتكون فعالة في ايه في حياتي. جميل يا صديقي، بما ان نظرتك للفلوس اتغيرت شوية فخليني اسألك سؤال، ايه هي علاقتك مع الفلوس؟ الفلوس يا صديقي كده كده هتدخل حياتك وهتخرج منها، دي علاقة ما بين مصروفاتك وما بين دخلك. ولكن في تعبير أفضل من الدخل والمصروف، وهو إنتاجك مقابل استهلاكك. في أغلب الحالات يا صديقي الفلوس هتدخل حياتك لأنك قدمت قيمة مقابل الفلوس دي، ومعظمنا القيمة دي بتكون عبارة عن الوظيفة اللي هو بيشتغل فيها. وبالتالي الفلوس بتخرج من حياتك لما بتستهلك حاجة معينة، مصاريف بيتك، مصاريف عربيتك، أيا كان. فمعنى كده ان ما يمتلكه الشخص من فلوس ايا كانت الكمية ايه هي بتعبر عن انتاجه وعن استهلاكه. فاكر يا صديقي الدراسات اللي كلمتك عنها في اول الحلقة 78%؟ خلينا نطبق الدراسات دي عليك. فكر يا صديقي في كل الفلوس اللي دخلت حياتك وخرجت منها، قد ايه من الفلوس دي لسه معاك وقد ايه من الفلوس دي استثمرته في اصل ما. واي جزء من علاقة الانتاج والاستهلاك محتاج انه يتصلح او محتاج انه يتزن. وفي أغلب الأحوال جانبي العلاقة من الإنتاج أو الاستهلاك بيحتاجوا إن هم يتزنوا أو بيحتاجوا إن هم يتصلحوا. أغلبنا يا صديقي مشكلته مش مع ناحية الإنتاجية، مشكلته مع ناحية الاستهلاك. ليه مثلا بيكون في شخصين بيشتغلوا في نفس الوظيفة، واحد منهم يا دوبك عايش وواحد منهم بيقدر إن هو يوفر فلوس من المرتب بتاعه. وده يودينا لنقطة يا صديقي إن علاقتك في الاستهلاك غالبا محتاج إنك تعيد النظر فيها أكتر من علاقتك في الإنتاج، لأن الجزء ده هو اللي معظمنا عنده مشكلة فيه. سباق الفئران هو طريق غير منتهي من السعي أو مطاردة المال. في فكرة كده منتشرة اليومين دول إن في الغالب الأعم سباق الفئران ده بيكون هو الوظيفة، ودي فكرة بعض الناس بتستغلك علشان تشتري منتج أو تشتري خدمة تخليك تهرب من السعي غير المنتهي ده. ولكن طبعا دي حاجة مش عادلة خالص، لأن اللي بيحصل ده بيخلينا نشوف فكرة الوظيفة فكرة وحشة جدا، وده بيخلينا ما نشوفش حقيقة إن في ناس بتحب وظيفتها وشغلها سواء عندها حاجة بجانب الوظيفة دي أو لأ. فالوظيفة مش هي سباق الفئران، السباق الحقيقي هو إنك تكون عايش على الحافة دايما، تكون عايش دايما بعيد عن الإفلاس بمرتب واحد أو مبلغ معين، في الغالب بيكون مبلغ صغير. وكل ما زادت مسؤولياتك يا صديقي كل ما كانت علاقتك مع الفلوس في حالة خطر. فلو مثلا حصل لك حادثة أو خسرت وظيفتك حالتك المالية على طول بتدخل في غيبوبة. وخلينا يا صديقي نحط في الاعتبار ان انت لما بتكون عايش على حافة الجبل او خلاص على حافة انك هتفلس، في الغالب الأعم في الحالة دي الوظيفة ما بتبقاش اختيار ولكنها بتبقى احتياج واجبار علشان تقدر ان انت تمول حياتك. طيب يا آلاء، فين الامل في الصورة السوداء اللي انا صدرتها لكم دي؟ ازاي اقدر ان انا اغير الحالة دي وما استمرش فيها؟ حجر الأساس الأول يا صديقي في الأمور المالية الشخصية إنك تكون واعي في علاقتك مع الفلوس. والوعي ده بيحصل لما أنت بتبدأ إنك تسجل مصروفاتك الشهرية، متقسمة مثلا مصاريف بيت، مواصلات، ترفيه، وهكذا. وهنا يا صديقي بتبدأ إنك تفهم نفسك كمستهلك، ولكن الجزء ده مش سهل خالص.
لما بيبدأ يحصل وعي لعلاقتك مع الفلوس بيبدأ يحصل مقاومة للوعي ده. في السلوك المالي دي حاجة اسمها تأثير النعامة، وده عبارة عن انك يا صديقي بتميل انك تتجنب المعلومات الخطيرة او السلبية، وده عن طريق انك بتقفل على نفسك وتبعد عن معرفة المعلومات دي. وده يا صديقي الاحساس اللي بيجيلك لما بترفض انك تشوف الحساب بتاعك فيه فلوس قد ايه، او انت معاك فلوس قد ايه، او انت صرفت فلوس قد ايه. فلما بتعدي الخطوة دي وبتبدأ انك تكون عندك الشجاعة انك تشوف المعلومات دي وما يحصلش معاك تأثير النعامة، بننتقل للمرحلة التانية، وهي انك تخليك واعي في سلوكك كمستهلك، ويكون عندك كنترول او تحكم في السلوك ده. وده بيحصل لما انت بتبدأ تحدد بادجت او مبلغ معين، هو ده بس اللي هيتصرف في البند الفلاني، مفيش غيره. بتحدد مثلا كل شهر او اسبوع هتصرف قد ايه على البنود اللي عندك، اكل، مواصلات، ترفيه، ايا كان. بتبدأ يا صديقي انك تبص بشكل واعي على انت بتستخدم ايه او انت بتشتري ايه. كتير مننا بيشتري الحاجات علشان في الغالب بيبقى عليها ديسكاونت، مش مشكلة هو محتاجها او لا، المهم ان الحاجة دي عليها ديسكاونت. فتاخد بالك يا صديقي انت بتستهلك ايه او بتشتري ايه، بحيث توصل لمرحلة تقدر فيها انك تقلل من الاستهلاك ده وتعيش بأقل من ما انت عايش، بحيث يا صديقي انك تكون عايش اسلوب حياة بيسمح لك انك تعين مبلغ او انك تستثمر المبلغ ده. ولكن من المهم جدا انك قبل ما تستثمر اي فلوس انك تعين مبلغ معين، المبلغ ده بتعينه في الاحتياطات، والمبلغ ده في الغالب الأعم ما بيتصرفش غير في الحالات الحرجة. ففكرة ان الشخص عايش في درجة معينة، الدرجة دي هو في التوقيت الحالي ما عندوش القدرة انه يتكفل بالمعيشة دي ويقدر انه هو يشيل كل المصاريف اللي هيقدر يصرفها على المعيشة دي، او انه عايش حياة حطاه دايما على حافة الجبل، على حافة انه خلاص هيفلس او انه هيخسر كل الفلوس اللي معاه. فهنا بتدخل فكرة انك لازم تعيش بأقل، مش من ما انت عايش، بأقل من ما انت عايز تعيش. مفهوم تأثير النعامة من المفاهيم اللي ممكن تغير حياتنا لو ركزنا فيها وقدرنا ان احنا نتفاداها. ولكن في مفاهيم تانية كتير مفيدة جدا برضو في الماليات او في الامور المالية، منها مفهوم اسمه hyperbolic discounting او الخصم الزائد. وده معناه يا صديقي انك بتفضل الجوائز قصيرة المدى على المكافآت بعيدة المدى، انك تفضل مثلا انك تشتري شوز معين او تشتري حاجة عليها ديسكاونت بالرغم من انك ممكن تكون مش محتاج الحاجة دي، عن انك ممكن تاخد الفلوس دي وتعينها او تستثمرها بحيث تحصل على المكافأة بتاعة الفلوس دي بعد وقت طويل. او مفهوم انك تكون دليل اجتماعي، انك تميل انك تتصرف وتفكر زي الناس اللي حواليك. لما الناس حواليك تشتري حاجة معينة انت كمان تفكر انك تشتري نفس الحاجة دي، او لما الناس حواليك تفكر ان الفلوس هي اللي بتخلق الشر انت كمان تفكر بنفس الطريقة دي. مفهوم الدليل الاجتماعي ده النهاردة اقرب لينا بكتير من ما كان موجود ايام زمان، وده لان هنا انت مش بتتصرف بس مثلا زي جيرانك او زي اصحابك، لا انت بتتصرف زي ناس كتير، وده بسبب السوشيال ميديا والانستجرام خاصة. تفتح الانستجرام وتلاقي ناس شارية حاجات واو، فتروح تشتري الحاجة دي برغم انك مش محتاجها او هي مش لايقة اصلا على اللايف ستايل بتاعك، او المفروض ان انت ما تصرفش الفلوس في الاتجاه ده، ولكن انت بتعمل كده علشان انت دليل اجتماعي، بتفكر وبتتصرف زي الناس اللي حواليك. ولكن خليني اكون واضحة، انا مش بقول انك لما بتشتري حاجة انت عايزها دي حاجة وحشة. الهدف من الحلقة يا صديقي التركيز على انت مين كمستهلك وبتتصرف ازاي. هل انت يا صديقي بتهتم اكتر انك تظهر انك معاك فلوس عن انك بالفعل يكون معاك فلوس؟ وكمان فكرة سباق الفيران مش حوار وظيفة خالص، ولكنه فكرة انك عايش على الحافة دايما، انك يادوب عايش من المرتب للمرتب اللي بعديه وان كفى اصلا. فكرة انك معاك فلوس يا صديقي تقدر بيها تشتري اللي انت عايزه، او حتى التفكير وتخيل الفكرة دي حاجة ممتعة جدا. ولكن ايه المغزى من تخيل الحياة دي وانت دايما عايش في سباق الفيران، ما عندكش اي تحكم في سلوكك المالي؟ وبعد كل اللي اتقال خلينا نتكلم عن ازاي اعمل فلوس او علاقتك مع الانتاج. فكرة انك تقلل من استهلاكك اسهل بكتير من فكرة انك تحاول انك تزود انتاجك او تزود دخلك.
معظم الناس اللي انت يا صديقي بتاخد نصيحتها بتنصحك دايما انك تقلل استهلاكك، بحيث انك تقدر انك تعين مبلغ وتقدر انك تستثمر المبلغ ده بحيث انك تتقاعد بدري. طبعا مفيش اي مشكلة خالص مع النصيحة دي، ولكن محدش بيدي نصيحة في نقطة ازاي اقدر ان انا ازود انتاجي او ازود دخلي. اي حد النهاردة عمل فلوس كتير استغل طرق معينة لانتاجيته هو، وطبق الطرق دي على اكبر شريحة ممكنة من الناس، فعمل فلوس كتير جدا من وراء الطريقة دي. فهنا الفلوس بتساوي القيمة، الفلوس بتساوي قيمتك انت يا صديقي في السوق، ده بالنسبة لإنتاجيتك. وزي ما اتكلمنا في حلقة كيف تصنع الثروات، تقدر يا صديقي انك تزود قيمتك في السوق، وده عن طريق انك تدور على مشكلة محتاجة حل، وتكون المشكلة دي قابلة للتمدد، تقدر ان انت تطبقها على شريحة كبيرة جدا من الناس، وكل ما تطبقها على شريحة اكبر من الناس كل ما هتعمل فلوس اكتر. زي بالظبط شركة امازون، شركة امازون بتحل مشاكل كتير، لان انت تنزل تشتري الحاجة بنفسك، وان انت تدفع كاش، انت ممكن تدفع بالكريدت، وان تقريبا معظم المنتجات متوفرة عندهم، فمش محتاج تدور على المنتج ده بره. بتحل المشاكل الكتير دي، فبالتالي العائد او المقابل للقيمة اللي هم بيقدموها كبير جدا. عشان كده جيف بيزوس فضل محتفظ لسنوات كتير جدا بانه اغنى رجل على وجه الكرة الارضية، وهو المالك لشركة امازون. وهي دي ببساطة فكرة ريادة الأعمال. ولكن طريق ريادة الأعمال هو طريق مش كل الناس هتحب إن هي تاخده، ولا هم مجبرين إن هم ياخدوه. ده كله بيعتمد على قدراتك أنت يا صديقي، وهل ريادة الأعمال هي أفضل طريق ليك ولا لأ. وده يودينا لنقطة انك علشان تزود انتاجيتك مش لازم الزيادة دي تيجي من المفهوم المقتصر فقط على البيزنس بمعنى التجارة في معناها المعروف، ولكن في طرق كتير جدا تقدر من خلالها انك تزود انتاجيتك، وخصوصا في العصر الحالي. في حالتي انا اخترت اليوتيوب، اخترت ان هو يكون البيزنس بتاعي اللي انا هفضل ابني فيه، بحيث في المستقبل يكون هو اساس الدخل بتاعي. ولكن ما ننساش نقطة مهمة جدا، انك يا صديقي لازم تقدم قيمة في مقابلها الناس هتدفع لك فلوس او هتديك وقتها. فالانتاج هو انك تقدم للسوق قيمة في اي شكل كانت. لكتير مننا الانتاجية هتكون في شكل الوظيفة، هي دي القيمة اللي هو بيقدمها للسوق وللمجتمع. ولكن ده مش معناه ان قدرتك على الانتاج هتقف عند الوظيفة فقط. ولكن يا صديقي لما تفهم نفسك اكتر هتقدر انك تفهم وتلاقي طرق كتير جدا تقدر من خلالها انك تقدم قيمة للسوق، والقيمة دي تحاول بقدر امكانك انك تقدمها لاكبر شريحة ممكنة، فبالتالي العائد او الانتاج هيكون عالي جدا او المكسب هيكون عالي. الانترنت طبعا فتح الافاق لحاجات كتير جدا نقدر من خلالها اننا نقدم قيمة للمجتمع او للسوق. تيجي انت يا صديقي وتسألني سؤال مهم، هل الماركت عايز القيمة اللي انا هقدمها؟ ده بيعتمد يا صديقي على اللي هيحصل لما انت تقدم القيمة بتاعتك للسوق او للمجتمع. كل الفكرة انك تبدأ وتقدم القيمة بتاعتك وتشوف اللي هيحصل. في الغالب الأعم مع الاستمرارية هيكون في ناس بتطلب القيمة اللي انت بتقدمها. نلخص اللي احنا قلناه. اولا من المهم جدا انك تكون واعي لنفسك كمستهلك، تفهم اللي انت بتشتريه وبتشتريه ليه، وتدي لنفسك بادجت او مبلغ معين تقدر من خلاله انك تتحكم في سلوك الاستهلاك بتاعك او في سلوك الصرف بتاعك. تاني حاجة الانتاج هو مجرد قيمة انت بتقدمها للسوق او المجتمع، سواء وظيفة او بزنس او غيره. دي الطريقة في السلوك المالي اللي أنا شخصيا بتبعها، واللي بتساعدني مع الوقت، واللي ساعدت ناس كتير، واللي أكيد هتساعدك يا صديقي لو استغلتها وطبقتها. شكرا يا صديقي إنك وصلت لهذه المرحلة من الحلقة. ده معناه إن أنا بقدم قيمة مفيدة للمجتمع ومفيدة ليك يا صديقي. اتمنى الحلقه تكون فادتكم، يا ريت تشرفوني باشتراككم في القناه، واعملوا لايك على الحلقه، وشيروا الحلقه مع اصحابكم اللي انتوا عارفين ان هما كمان هيستفيدوا من الحلقه وهيشاروها مع اصحابهم. لو الحلقه فادتك يا صديقي تقدر كمان تشوف حلقه الركود، ازاي تستغل الركود وتستفيد منه وتعمل منه ثروه، تقدر تشوفها من هنا. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه من المكتبه. كانوا معكم آلاء. السلام عليكم.